السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة 7 صنايع. النهاردة هنعمل مع بعض أول فيديوهات حلويات العيد. هنبدأ بكحك العيد بطريقة المصانع، والوصفة دي دايما بعملها بطريقة الشيف أحمد القاضي. بعملها بقالي سنين وكل مرة بتطلع معايا بنفس النتيجة، وبجد لو جربتوها بالطريقة المظبوطة هيطلع معاكم كحك أحلى من أكبر محلات الحلويات. وكمان مهم جدا تسمعوا الفيديو كويس وتسمعوه للآخر عشان أقولكم ملاحظات كتير وإيه المشاكل ممكن تقابلكم وإيه سببها وإزاي نحلها. فتابعوا الفيديو للآخر، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكم كل إشعارات فيديوهاتي الجديدة. ويلا نشوف وصفتنا هنعملها ازاي. أول حاجة هبدأ بيها هي مقادير حشوة العجمية. هحتاج لها 2 كبار ونص من الدقيق، ومعلقتين كبار من السمنة، وكوباية من عسل النحل. ولو حابين ان احنا نضيف عليها مكسرات هحتاج كوباية من المكسرات، اي مكسرات بقى انتوا تحبوها. انا هنا حطيت بندق ولوز وقطعتهم بالسكينة قطع كبيرة. واختياري برضو هنا معايا معلقتين كبار من السمسم، ومعلقة من الشمر، ومعلقة من المحلب. تقدروا تضيفوا اي روايح كحك انتوا تفضلوها. في طاسة على النار هضيف السمنة واسيبها تسيح. بعد كده هضيف عليها الدقيق واقلبهم مع بعض كده زي ما بنعمل البشاميل. يعني مش عايزاه ياخد لون، بس هقلبه دقيقتين كده على النار بس. واحط معاهم بقى السمسم كده يتحمص. هقلبه برضو تقلبتين، وبعدين هضيف عليه العسل. هستمر بقى في التقليب كويس قوي وانا بضيف العسل كده. هقلبها تقريبا ل3 أو 4 دقايق لحد ما العسل يستوي معايا. والفترة دي هضيف الشمر والمحلب، وزي ما قلتلكم لو حابين تضيفوا اي روايح كحك او ان انتوا ما تضيفوش حاجة خالص زي ما تحبوا. اول ما الاقيها كده بدأت تلم معايا هطفي النار وابدأ ان انا اختبرها، ما زودش السوا فيها عشان ما تنشفش مني. هبرد كده قطعة في طبق او احطها في الفريزر، واول ما تبرد والاقيها بتقطع معايا كده اعرف ان العجمية خلاص استوت. لو بتمط يبقى لسه ناقصها سوا، لو نشفت يبقى العجمية كده اخدت سوا زيادة مني. لو بتمط يعني بالعافية كده. بعد ما استوت بقى وطفيت عليها النار هضيف المكسرات وادمجها كده مع العجمية لحد ما تندمج معاها كويس وهي لسه سخنة. حطيتها بقى في طبق وهسيبها تهدى شوية. في الوقت ده هبدأ ان انا اجهز الملبن. هحط كده شوية سمنة على ايدي، واخد قطعة من الملبن واكورها بالشكل ده كده عشان ما يشبطش في ايدي. ما بضيفش عليه اي سمنة خالص ولا بعجنه بسمنة، يا دوبك كده بس بحط على اطراف صوابعي السمنة وابدأ ان انا اكور الملبن بيها. هنا بعد ما العجمية هدت شوية بس لسه دافية هبدأ برضو ان انا اشكلها. كورها بقى على حسب الحجم اللي انا عايزاه وحجم الكحكاية بتاعتي. مش بحتاج بقى ان انا احط في ايدي سمنة، هي العجمية اوريدي عليها سمنة فهتتكور معايا يعني بسهولة. كده خلصت خلاص الحشوات بتاعتي. لو حابين بقى ان انتوا تحشوا برضو مكسرات او تخلوا الكحك سادة، او ان انتوا تحشوه بالملبن، او ان انتوا تحشوه بالعجوة زي ما تفضلوا. وهنا هنبدأ نحضر لعجينة الكحك. اول حاجة معايا كيلو من دقيق الكحك والبسكوت. انا هنا جبت الدقيق سايب، لازم تستخدموا نوع دقيق انتم مجربينه قبل كده، او ممكن تستخدموا نوع فاخر زي دقيق الضحى. وهنا معانا 530 جرام من السمنة. اهم حاجة تبقى السمنة سمنة طبيعي سواء جاموسي او بقري. انا السمنة دي كنت عاملاها معاكم فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في اعلى شاشة وفي صندوق الوصف. يعني هنستخدم نص كيلو ومعلقة كبيرة لو ما عندكوش ميزان. ومعايا هنا كوباية من اللبن، 200 ملي من اللبن، و60 جرام من السكر البودرة يعني حوالي تلت كوباية. معايا معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. دي المقادير الأساسية معانا. اختياري بقى لو حابين انتوا تحطوا سمسم ممكن تحطوا ربع كوباية او الكمية اللي تفضلوها. معايا معلقة كبيرة من الشمر ومعلقة كبيرة من المحلب، ممكن تستبدلوهم بأي روايح كحك انتوا تفضلوها. اول حاجة بقى هضيف الخميرة بتاعتي على اللبن، واللبن هنا بيبقى فاتر. هقلبهم مع بعض كويس واسيب الخميرة تتنشط على جنب. وبولة بقى هضيف السمنة بتاعتي، والسمنة بتبقى ساقعة جدا لسه مطلعها من التلاجة. بقطعها لقطع صغيرة كده عشان تبقى سهلة عليا في الخفق. وبضيف عليها السكر البودرة، وبالمضرب الكهربائي هخفقهم مع بعض مدة ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما قوام السمنة بتاعي يبقى شبه قوام الكريمة كده. وافضل نتيجة تاخدوها من السمنة البيضة. اي نوع سمنة طبيعي هيديكوا نتيجة كويسة جدا، بس افضل نتيجة هي هتاخدوها من السمنة البيضة زي ما قلت لكم. وكمان طعمها بيبقى مميز جدا في الكحك.
هضيف بقى البيكنج باودر على الدقيق، هنخله فوقيه، واضيف السمسم والشمر والمحلب، ولو حابين تضيفوا اي روايح كحك سايلة هتضيفوها بقى بعد ما تضيفوا السمنة. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعدين هضيف السمنة اللي احنا خفقناها مع بعض، وهقلبها مع الدقيق بالمعلقة الاول، وبعدين طبعا هستخدم ايدي، ولو بتستخدموا عجان فهتعملوا المرحلة دي في العجان، هتبسوهم برضو بالعجان كده لمدة كويسة. انا هنا بقى يعني هبس الدقيق مع السمنة كويس جدا لمدة ربع ساعة او اكتر، لحد ما احس ان الدقيق اتشرب السمنة كلها. هعملهم في البولة الاول بالشكل ده كده، ولما اتأكد ان هما خلاص اندمجوا مع بعض كويس، هأكد بقى على البس بتاعي ان انا اخد كده قطعة بين ايديا، وافضل ان انا ادعكهم كده كويس، واخد قطعة اعملها بالشكل ده كده. والافضل بقى ان انتوا على مفرش سيليكون او رخامة تاخدوا القطعة وتبدأوا ان انتوا تدعكوها بايديكم بالشكل ده كده. في الاول تحسوا ان العجينة مفرولة، وبعد مرة والتانية هتبصوا هو بقت ناعمة خالص ومش عارفين ترموها من على المفرش بالشكل ده كده. هكمل الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين العجينة بقت ناعمة خالص ازاي، وقوامها واضح ان هي اتشربت السمنة بشكل كامل كده. بقى هنطمن ان العجينة بتاعتنا اتبست كويس، هنضيف بقى السوائل، وهنا مش هنعجن خالص، وبسرعة جدا ندمج اللبن مع العجينة بتاعتنا، دمج مش عايزين عجن خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا يدوبك بدخل اللبن في العجينة. اول ما احس ان اللبن اتشرب هوقف عجن على طول، لاني مهما كنت مستخدمة كمية سمنة كويسة ونوع سمنة كويس مش هينفعني خالص لو فضلت اعجن كتير، وهينشف معايا العجينة. اول ما امسك العجينة كده الاقيها اتشكلت معايا وما شققتش، اعرف كده ان خلاص كمية السوائل كافية جدا. لو العجينة حسيت ان هي لسه معايا مفرولة والخدمة مش باينة فيها، هضيف كمية سوائل، يعني معلقتين لبن او 3، لحد ما احس ان هي خلاص بقت كويسة معايا. بغطي العجينة بقى بتاعتي بفوطة عشان ما تنشفش مني اثناء الشغل، وببدأ ان انا في صاج مدهون زيت خفيف هبدأ ان انا ارص الكحك بتاعي. باخد قطعة كده بعملها اطار بالشكل ده كده، وبحط الحشوة جواها وبقفل عليها كويس جدا وبكورها، ونراعي ان حجم الكحكاية يكون مناسب لحجم الحشو، يعني مبالغش في حجم الحشو، واخلي الاطار ضعيف فالحشو يسيح في الفرن ويشق الكحكاية مني. وكبستها بالمكبس كده زي ما انتوا شايفين. ده كحك الملبن. هعمل برضو معاكم واحدة بالعجمية زي ما انتوا شايفين اطار الكحكاية بقى عامل ازاي. بحط الحشو كده واقفلها كويس جدا واكورها. برضو درجة حرارة الفرن لو عالية بزيادة ممكن تخلي الكحك بتاعي الحشو بتاعي يسيح قبل ما الإطار يستوي، وده برضو يخلي الكحك يشق، أو إن العجينة نفسها تبقى محتاجة سوائل. أنا برضو بحب أقول لكم على الملاحظات دي عشان تاخدوا بالكم. هنا خلصت كحك الملبن وكحك العجمية. هدخلهم الفرن على درجة حرارة من 180 ل200 لو الفرن بتاعكم هادي. بدخله على الرف اللي في النص بيقعد من ربع ساعة لتلت ساعة. لو عندكم مروحة شغلوها هياخد لون موحد. لو ما عندكوش بتشغلوا عليه الشواية بعد ما يستوي حاجة بسيطة كده عشان ياخد لون من فوق. هنا بقى هعمل صاج تاني من الكحك السادة والكحك بمكسرات، وانا بحاول اقول لكم ملاحظات على قد ما اقدر واحنا شغالين عشان تاخدوا بالكم من التسوية، والتكنيك ده اهم كمان من المقادير. هنا حطيت واحدة من البندق وواحدة من اللوز، تقدروا تحشوا بأي حشوات تفضلوها، ولازم تضغطوا وانتوا بتكوروها عشان المكسرات بتفك جوه الكحكاية. النوع ده بقى من الكحك اللي هو السادة والمكسرات هدخله الفرن على درجة حرارة من 160 ل180. لازم تبقى درجة الحرارة هادية عشان تسوي لي قلب الكحكاية. النوع الأولاني كان بالحشو، طبعا الحشوات بتاعتنا بتبقى اوريدي مستوية ومحتاجة أسوي الإطار بس، وفي نفس الوقت ما نشفش الحشوة، فعشان كده بدخله على درجة حرارة عالية. لكن الكحك السادة والمكسرات ببقى محتاج ان انا اسوي قلب الكحكاية اللي هي بتبقى عجينة طبعا، فمحتاجة ان هي تستوي على نار هادية عشان الكحكاية تستوي مني من جوه ومن بره. فاتمنى بس تكون النقط دي واضحة معاكم. زي ما انتم شايفين كده ده برضو الكحك السادة وبالمكسرات، واللي فات كان الكحك اللي بالعجمية والملبن. شايفين شكل الكحك متحمص كويس من فوق ومن تحت،
وبرضو هتلاقوه مستوي من جوه كويس جدا، هنشوفه في اخر الفيديو. ودي كده حشوة العجمية زي ما انتم شايفين، شكلها حلو جدا ومتماسكة جوه الكحكاية بتاعتي، وفي نفس الوقت اما بقطمها كده بتقطم معايا. لو العجمية مش مستوية مظبوط يعني سايلة، ببص الاقي الكحكاية اتشربتها وفضل عندي المكسرات بس. ولو اخده سوا زيادة سواء على النار من فوق او لما دخلت الفرن بتحجر معايا، والكحكاية بتتفرج كده من حواليها وهي بتفضل ثابتة ومحجرة. فعشان كده لازم نسويها تسوية مظبوطة سواء على النار من فوق او لما ندخلها الفرن، ما ندهاش سوا على نار هادية. واي حشوات يعني برضو بتبقى النار الهادية مضرة جدا ليها، سواء العجمية او العجوة بنبص نلاقيها حجرت. فناخد بالنا من النقطة دي. وزي ما قلت لكم الكحك السادة او المكسرات لازم نسويه على نار هادية، عشان ده بيبقى جواه عجين، والعجين لازم يستوي كويس من النص. فكل نوع ليه التسوية بتاعته، وكل نوع ليه التكنيك بتاعه. التكنيك اهم من المقادير والطريقة. لازم تبقوا عارفين ازاي تتفادوا الاخطاء، اهم حاجة. زي ما انتم شايفين كده العجمية بتاعتي، وبرضو هوريكم الملبن وحشوة المكسرات. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون مفيد بالنسبة لكم. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم كل اشعارات فيديوهاتنا. وتابعونا في كل وصفات العيد. والسلام عليكم ورحمة الله.